لويس التاسع كان دايما بيطبق احكام الاعدام بشكل مختلف، وقرر في يوم انه ينزل لمسجون هيطبق عليه حكم الاعدام تاني يوم، ويقول له انا هديك فرصه جديده للحياه. قرر انك تهرب من هنا واهرب، ولو انا نزلت الصبح لقيتك موجود هطبق عليك حكم الاعدام، ولو ما لقيتكش هشيل الحكم من عليك. مع العلم ان اي حد هيشوفك وانت بتهرب مش هيجري وراك. وهنا المسجون وكأن طاقة القدر اتفتحت له، يعني باب جديد انه يعيش. قرر بقى انه يدور في خلال اليوم ده على اي ثغرة داخل السجن يخرج منها، الطوب اللي في الحيطة، الحمام، يخبط على الارض، على السقف. عمل كل الاختراعات عشان يخرج لكن ما كانش عارف. وهنا جت المفاجأة والكارثة، ان لويس التاسع نزل الصبح وفتح باب الزنزانة ولقى الشخص ده موجود جوه، وخلاص قرر انه هيطبق فيه حكم الاعدام لانه فشل في الاختبار. ولكن كان فيه مفاجأة كبيرة جدا. المفاجأة ان باب السجن كان مفتوح، وان المسجون لو كان مد ايده وشد باب السجن كان هيتفتح معاه. وهي المشكلة الكبيرة اللي بتحصل لأي بني آدم. المشكلة الكبيرة اللي المسجون عملها انه دور على الحل رقم 2 و3 و4 و5 ونسي الحل الاولاني. وللأسف كلنا برضو مسجونين في حياتنا، بندور على الحل رقم 2 و3 و4 و5 وبننسى الحل الاولاني، الباب الاساسي في حياتنا. بندور على اللي بيساعدنا، وندور على الواسطه اللي ممكن نبقى مستنيين انها تعدينا من مكان لمكان، وندور على حاجه تعمل لنا يعني زي ما بنقول انجاز رهيب، فلوس وشهره. عايزين كل حاجه سهله، عايزين مشاكلنا تخلص وامورنا تخلص يكاد يكون يعني في لمح البصر. بس بندور على كل الحلول وناسين حل واحد مهم قوي، ناسين ان احنا نفتح الباب اللي في حياتنا، الباب الاساسي، باب ان البني ادم يشتغل، باب ان البني ادم يتعب، باب ان البني ادم مش هيقدر يحل ده غير لما يبذل مجهود. اي نجاح هتتخيل انك ممكن تحققه من غير ما تبذل مجهود، تاكد ان النجاح ده هيبقى صفر، وان المجهود الوحيد اللي انت لازم تبذله حقيقه عشان تعدي لحياتك لبر انت محتاج انك توصل له، انك تتعب بجد. الشغل والتعب هما الحل، حتى لو حد هيساعدك، حتى لو حد هيطبطب عليك، حتى لو في واحد هيدعمك في مشاكلك، بس عمر ما ده هيبقى ليه تأثير من غير ما انت تشتغل. صدقوني كلنا مسجونين في نفس السجن ده، وكلنا محتاجين حد يرشدنا على الباب الأساسي في حياتنا، وهو الباب الوحيد ان احنا نفتحه ونشتغل، نفتحه ونتعب، نفتحه ونركز في حاجة واحدة بس، ان احنا نبذل المجهود وما نفكرش النتيجة ايه، ما نفكرش ايه اللي هيحصل لنا، ما يفكرش ايه اللي هنوصل له بعد كده. نفكر في حاجة واحدة بس اللي احنا نقدر نمتلكها في نفسنا، ان احنا نبذل مجهود. افتحوا باب السجن اللي احنا عايشين فيه، افتحوا باب القلق، افتحوا باب الخوف، افتحوا الباب اللي بيخلينا دايما قافلين على حياتنا وكأننا مموتين نفسنا 1000 مرة، وتأكدوا انه محدش هيفتحه لنا غير مجهودنا. حط خطوات، اتحرك النهاردة، حاول انك توصل للحاجة اللي انت عايزها، وطول الوقت في اي مشكلة افتكر ان الباب مش هيتفتح غير بايدك انت. يوم ما تقرر انك تبذل مجهود، ويوم ما تقرر انك خلاص قررت انك تنتفض وتخرج من السجن ده، وده هيبقى اخر يوم هتبقى فيه. افتحوا الباب، حياتكم محتاجة. مساء الفل.